لو عندكم دبابيس فراخ ومحتارين تعملوا فيها ايه يبقى لازم تجربوا الوصفة دي. عملت الدبابيس بطريقة الباتر فلاي وتعالى اقولكوا عملتها ازاي. اول حاجة بختار الدبابيس اللي تكون حجمها وسط وبقسمها كده بالطول من النص لغاية لما اوصل للعظمة. بعد كده من الجناب كمان بحاول ان انا اوسع الفتحة كأني بخليها بالظبط، بحاول ابين العظمة من اليمين والشمال لغاية لما تتفتح خالص وتبقى زي الفراشة كده. عملت بقى كل الكمية اللي عندي من الدبابيس بنفس الطريقة وكده بقت جاهزة وخليتها على جنب. ابتديت بقى إن أنا أعمل التتبيلة. في بولة حطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود وشوية من البابريكا المدخنة أو البابريكا العادية وشوية قليلين من الكمون وبصل باودر وتوم باودر وشوية قليلين برضو من الكركم والتوابل بقى الأساسية في الوصفة دي وهي معلقة كبيرة من بهارات الكيجن، وحطيت كمان شوية حلوين كده من زيت الزيتون. عملت ميكس لكل الحاجات دي مع بعض كويس وكده التتبيلة بقت جاهزة. في بولة كبيرة حطيت كل دبابيس الفراخ اللي جهزتها معاكم وصبيت عليها بقى كل كمية التوابل دي. أهم حاجة واحنا بنتبل الفراخ نتأكد إن كل اللحم المفتوح ده وصلت له التتبيلة واتشرب كويس جدا من كل النواحي، وهتبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى الصينية اللي هتدخل الفرن ورصيت فيها كده الدبابيس ودخلتها فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة تقريبا 40 دقيقة. بعد كده فتحت عليها الشواية وهجهز بقى معاكم الديبنج صوص اللي هنستخدمه مع الفراخ بعد ما تطلع من الفرن. حطيت مايونيز وقدهم بالظبط زبادي وشوية من عصير الليمون وكام فص كده من التوم الفريش المفرومين وشوية قليلين خالص من الملح والفلفل والبابريكا. عملت الحاجات دي كلها ميكس وكده الصوص بقى جاهز. هجهز بقى معاكم احلى جليز ممكن تحطوا فيه الفراخ بعد التسويه. في طاسه على النار فيها مكعبين من الزبده، واول ما يسيحوا نزلت عليهم فصين 3 كده من الثوم، واول ما روايحهم تظهر ضفت عليهم شويه من عصير الليمون، ليمونه تقريبا حجم كبير، قلبتهم مع بعض وضفت عليهم هاني ماسترد صوص. لو ما عندكوش جاهز ممكن تستخدموا معلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من العسل الابيض. قلبتهم مع بعض على نار هاديه لغايه ما خدوا القوام الحلو ده، وكده كمان بقى جاهز. بعد ما الفراخ تطلع من الفرن وهي سخنه كده على طول هدهنها بالجليز اللي عملته معاكم ده. بصراحة الصوص ده هيودي الفراخ في حتة تانية خالص، وعلى طول بقى وهي سخنة كده قدمتها مع الصوص اللي جهزته معاكم وهتاكلوا ألذ دبابيس فراخ بالطريقة دي. متأكدة انها تعجبكم، استناكوا تجربوها بطريقتي وتقولي رأيكم.